800 ألف قتيل في 100 يوم بس. رواندا بلد صغير في قلب أفريقيا، وكانت تعيش هالبلد في توتر طويل بين مجموعتين، الهوتو والتوستي. عقود من الانقسام والتمييز زرعت كراهية كبيرة، لكن الشرارة الكبرى انطلقت في أبريل 1994. طائرة الرئيس الرواندي سقطت، وفي لحظة بدأت دعوات الكراهية تتحول لدماء في الشوارع. الهوتو المتطرفين حملوا أسلحة بدائية، يعني مثل صواريخ، عصي، بنادق، وبدأوا يذبحوا جيرانهم وأصدقائهم بس لأنهم من التوتسي. وفي 100 يوم فقط قتل تقريبا 800 ألف إنسان، بينهم أطفال ونساء، والعالم وقتها كان يتفرج. الأمم المتحدة تأخرت والدول الكبرى وقفت عاجزة، لكن بعد انتهاء المذبحة انقلبت رواندا بالكامل. محاكم دولية ومحلية حاكمت آلاف الأشخاص، والبلد بدأ رحلة صعبة من إعادة البناء والمصالحة.